سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ مع عبد الرحمن، السهلة والسريعة والاقتصادية والأهم بنينة. اليوم جبت لكم وصفة مسكوتشو ولا أروع، خفوفي ثمثم توجد وتحمر لك وجهك. اللي حابة تجربوا الوصفة ما عليها غير تكمل الفيديو للأخير. يلا مع بعض نبداو في طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا في بول نحط 4 بيضات، رشة ملح، كاس ناقص صباع السكر، اللي تحب الحلاوه دير كاس كامل. نخلط كلش مع بعض كما راكم تشوفوا بالفوي فقط، واللي اذا حبيتوا ديروا البيترا او الذراب الكهربائي لكم ذلك. نخلط مليح، غير نحس باللي السكر بدا يذوب راح نضيف كاس ناقص صباع زيت. بالنسبه للبيض البنات لازم يكون على حسب درجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش في الثلاجه. إذا كان حجم كبير ديري 3 بيضات فقط. نفرغ الزيت على شكل خيط كما شفتوا حتى نكمل كامل الكمية، ونبدأ نخلط حتى يدخل الزيت مليح في الخليط. ثم نزيد الحليب تاعنا لازم يكون دافي يا البنات. لاحظوا معايا، هنا عندي كاس كامل وعندي 4 كاس، يعني كاس وربع حليب البنات. لاحظوا، ولازم يكون دافي. اذا استعملتوا الباتور البنات فقط كي تخلطوا البيض والسكر يطلع خلاص، نستغني عن الباتور او البيتخا وكملي غير بالفوي. لاحظوا، نخلط مليح حتى تتجانس المكونات كامل، وراح نعطروا بالفاني. انتم اذا كان عندكم زيت سيترون او زيت تاع البرتقال ديروه، او الكراميل او اي عطر تفضلوه وتحبوه. نخلط كلش مع بعض، وراح نضيف حوالي 2 ملاعق كبار من الكاوكاو محمص ومطحون رقيق البنات. انا ما طحنتوش مباشره على جال المسكوتشو، فقط كنت راح ندير بقلاوه كي غربلتو هذاك التحتاني رقيق كامل، الفوقاني درتو للبقلاوه والتحتاني خبيته وراح نستعملو في المسكوتشو هذه. لاحظوا، راح نضيف الفرينه حوالي 2 ملعقتين كبار، ثم نضيف الخميره الكيميائيه 2 باكي، يعني 20 غرام البنات، في كل باكي فيه 10 غرام. نخلط مليح. بالنسبه للفرينه يا البنات حسب نوعيه الفرينه اللي عندكم، كاين اللي تشرب واللي ما تشربش. بالكاس تقدروا ديروا 2 كيسان ونص. لاحظوا، انا درت عيني ميزاني راح نتحسس لها فقط. كما وصيتكم دائما رسموا رقم 8 اذا كان ظاهر ومن بعد يختفي، يعني خلاص ما تزيدوش الفرينه يكفي. هنايا البنات لازم نخفوا المسكوتشو تاعنا بالماء. الماء لازم يكون سخون. انا درت 3 ملاعق. لاحظوا في البدايه درت 2 ملاعق فقط ماء سخون، وشفت القوام مازال ناقص شويه، لازم نضيف له الملعقه الثالثه. ضروري يا البنات هذه الخطوه باش المسكوتشو تاعكم يجيكم خفيف ومهوي مليح من الداخل. والماء لازم يكون سخون ماشي دافي، سخون. نخلط مليح وندخل الماء في الخليط، ونحكم السنيوه اللي راح نطيب فيها المسكوتشو تاعي. ندهنها مليح بالزبده او المارغرين، ونغبرها بالفرينه كما راكم تشوفوا البنات. والفرن تاعنا يكون مسخن على 180 درجه قبل ما ندخلوا المسكوتشو تاعنا بحوالي ربع ساعه او 10 دقائق. لاحظوا معايا، نفرغ الخليط في السنيوه او في مول اللي راح ندير فيه المسكوتشو. تقدروا ديروا هذا المول او مول اخر. لاحظوا المول هذا يا البنات راهو حجم كبير، تقدروا ديروا في المول اللي يهز 8 بيضات البنات، راح يجيكم طالع ما شاء الله. نفرغ كامل الخليط ما نضيعوش، وندير هذه الخطوه بالملعقه او بالسكين او بالكوردون، وندخلو الفرن ونعسو. كي يطيب ويحمر نتستيه بالكوردون، اذا خرج ناشف خلاص، اذا خرج مندي نزيد له حوالي 5 دقائق.
لاحظوا معايا البنات المسكوتشو تاعي بسم الله ما شاء الله بعد ما طابت وبردت تماما، فرغت عليها كاس خليط من الشوكولا البيضاء والحليب، يعني قطعة شوكولا ذوبتها وضفت لها نصف كاس حليب وفرغتها على المسكوتشو، راح تحكم طبقة رقيقة وتكون مشربة شوية من الفوق. راح نضيف لها حوالي ملعقتين كبار من معجون المشمش كما راكم تشوفوا، راح نطليها كامل ثم نزينها بالكاوكاو إيفيلي. دايما يبقى تزيين البنات ليكم نتوما واش عندكم في البيت زينوا به، تقدروا تزينوها بالشوكولا السوداء، شوكولا تعطيني، كراميل، اي شيء عندكم في البيت، الجود بالموجود، ما تكلفوا رواحكم ما والو، واش عندكم في الدار زينوا به. اذا ما كان عندكم والو حابين تجربوا الوصفه كي طيب معكم خلوها تبرد تماما، رشوها برشا سكر ناعم راح تكون كافيه وافيه، يعني تكفي وتوفي والشكل تاعها راح يجي جميل جدا. لاحظوا معايا البنات هنا راني نقطع فيها، والله خفيفه بزاف البنات، نتمنى تجربوها، الذوق تاعها بنين بزاف خاصه كي درنا لها الكاوكاو من في العجينه في الخليط ومن الفوق، يعني جا خليط متجانس. لاحظوا معايا بعد ما قطعتها القوام تاعها راهي الصوره ما عطاتلهاش حقها والله ولا اروع. نتمنى تجربوها وتنال رضاكم، اكيد راح تشكروني عليها اذا جربتوها، راح تحمر لكم وجوهكم مع ضيافكم. لاحظوا العلو البنات، كما قلت لكم هاد السنيوه اللي درت فيها المسكوتشو تهز من بيضات، ولكن انا درت 4 بيضات حجم صغير، تقدروا ديروها في مول كبير يكون دائري او كاري، المهم يهز من بيضات. اذا حبيتوا ديروا الكميه صغيره او المسكوتشو تاعكم حجم صغير اقسموا جميع المقادير على 2 وديروا. لاحظوا القوام البنات راهي خفيفه بزاف وبنينه. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام.